السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض النهاردة إن شاء الله فيديو عن صينية البطاطس باللحمة، أو باللحمة المفرومة، يعني المتاح عندنا نشتغل بيه عادي. وهقدم جنبها إن شاء الله رز محمر، طريقة سهلة وخفيفة وإن شاء الله يا رب تعجبكم. هنبدأ معانا بالمكونات. عندنا حوالي 5 بطاطسيات كبار، واربع بصلات متوسطين، وعندنا فلفل الوان او المتاح الموجود عندنا مش مشكله نشتغل بيه، واربع فصوص توم، وعندنا بشر طماطميتين كبار، وطماطميتين تانيين متقطعين ترانشات. هنشوف دلوقتي هنعمل بكل الحاجات ديت ايه. اهو كده انا قطعت بعد ما بشرت الطماطم، قطعت الطماطم التانية ترانشات عشان دي اللي هتتحط من فوق وش الصينية. كمان التوم هنقطعه معانا حتت صغيرة، مش لازم خالص نفرمه او ندقه، لان هو كده كده يعني مش هيبان قوي بس هيدي الطعم. وما ننساش طبعا، وده اختياري، مكعب من الفلفل الحراق او معلقة من الشطة زي ما نحب. هنقطع بقى الاول البطاطس بتاعتنا حلقات كده زي ما احنا شايفين، طبعا ولا رفيع قوي ولا تخينه قوي، علشان خاطر كل الخضار يستوي في نفس الوقت، ما يبقاش حاجه نيه وحاجه مستويه. بالشكل ده هنخلص كل كميه البطاطس، وبعد كده هنقطع برضو البصل حلقات اهو او ترانشات زي ما احنا شايفين كده. بس البصل طبعا بيستوي الاول، فنخلي الترانشات البصل تكون سميكه شويه، ما نرفعهاش قوي عشان ما تتهريش قبل البطاطس. ولما نخلص الكميه بتاعتنا كلها، هنبتدي بقى نضيف كل الخضار على بعضه في طبق عميق، وهننزل بالتوابل بتاعتنا. ده كده الخضار بتاعنا بعد ما اتقطع اهوت. هنحضر بقى طبق عميق وهننزل بالبطاطس. طبعا البطاطس ما ننساش هتاخد لها نص تحميرة، وده برضو اختياري، بس ده طبعا بيفرق جامد في الطعم غير لما بتتحط نية زي ما هي. ودي التوابل: كركم، كاري، كزبرة، ملح، فلفل، واي توابل بقى احنا بنفضلها. بس دي التوابل اللي انا بحطها دايما على البطاطس. وطبعا ما ننساش نص معلقة القرفة. هنفك كده البصل بتاعنا وهندعكه بالتوابل هو والفلفل، على بال ما البطاطس بتاعتنا تتحمر. طبعا زي ما قلت لكم نص تحميره، ما ندوس عليها قوي علشان ما تاخدش لون وفي نفس الوقت ما تتهريش مننا. ادي البطاطس بعد ما اتحمرت نص تحميره، هنزل بيها على الخضار اهوت. هنزل بالكميه كلها، وهنزل بالطماطم المبشوره نيه. طبعا الطماطم مش متسبكه ولا حاجه. زي ما احنا شايفين كده يا دوبك، بس هندي للبطاطس تقليبه كده جوه الطبق، ما نستعملش معاها اي معلقه ولا حاجه، علشان هي بتبقى طريه، ما شدتش يعني جامد، فلسه بتبقى طريه عشان ما تتكسرش معانا. بس كده عندنا بقى دلوقتي هنعمل اللحمه بتاعتنا. هنركن بقى الخضار ده كده على جنب، وهنعمل بقى اللحمه بتاعتنا. هننزل معلقه سمنه، وهننزل باللحمه، وهنديها صدمه معاها لغايه ما تتشرب كل اللحمه، كل الميه بتاعتها زي ما احنا شايفين كده. وهنجهز معانا التوابل بتاعتنا، عباره عن ورق لورا وقرفه زي ما احنا شايفين كده. وهننزل بيهم بعد ما اتشوحت نص تشويحه
وخلاص كده هنقلبها تقلبتين لغايه ما تتشرب الميه بتاعتها، وبعد كده هننزل بميه مغليه ونحط لها بصلايه، ولما تدخل في السوا هنزود الملح والفلفل. هنا بقى صينيه البطاطس هنبتدي بقى نرصها في الصينيه. دي صينيه مقاسها متوسط. هنحط كده البطاطس بالخضار بتاعنا، ننزل بيه كله بالشكل كده، بالشكل دوت هنفرده في الصينيه. وبعد كده هننزل ب بعد ما اللحمه بقى خلاص تكون استوت، هننزل بكميه الشوربه. خلاص كده اللحمه مستويه والبطاطس نص سوا، خلاص يا دوبك بس الشوربه تكون مغطيه وش البطاطس. وبعد كده هنوزع ترنشات الطماطم من فوق الوش. وبعد كده هنطلع اللحمه بتاعتنا من الشوربه، وهنرصها فوق وش البطاطس بالشكل دوت، وهنديها غلوه فوق البوتاجاز. وخلاص كده لما تدخل في السوا هندخلها بس تاخد وش تحت الشوايه. وهنا بقى اخر حاجه هنعمل جنبها رز محمر. طبعا طعمه بيبقى حلو جدا جنب صينيه البطاطس. عندنا هنا حوالي كيلو الى ربع من الرز. هناخد نص الكميه هنحمرها بالشكل دوت كده لغايه ما يوصل معانا للون الذهبي دوت. وبعد كده هنكون غاسلين النص التاني ومجهزين ميه مغليه، هننزل بالنص التاني وهننزل بالملح بتاعنا وكده وبالميه. خلاص لما يتشرب هننزل باخر حاجه معلقه صغيره من السمنه البلدي، وبالهنا والشفا. وده كده شكل صينيه البطاطس بعد ما خرجت من الفرن. وادي الرز بتاعنا المتحمر، وقدمت جنبها زيتون مخلل زي ما احنا شايفين كده. البطاطس واللحمه دايبين ومستويين كويس جدا. يا رب ان شاء الله الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، وما تنسونيش لو عجبكم الفيديو الاشتراك في القناه، ونتقابل مع بعض ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.